السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم نهار جديد وروتين جديد، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. المهم هنا غادي نشارك معكم الروتين ديالي من الصباح حتى الليل، في داكشي اللي قسم الله كل نهار ونهارو وكل نهار ورزقه. داكشي اللي باغا ندير غادي نشاركه معكم بلا زواق بلا نفاق. الروتين اللي كندير يوميا كنشاركه معكم مره ما كنلقاش الوقت في الصراحه. بديت معكم هذا الروتين من بيت النعاس كما شفتوا معايا، عاد كتابه البنات باش غادي نتهنى من هذا البلاكار ما صالح لوالو. شحال هو شاد البلاصه ومعمر البيت بلا فائده. غير فقنا، طيبت الفطور، فطرنا انا والوليدات، ومول الدار خرج جاب المعلم هرس هذاك البلاكار. المهم ما شاركتش معكم من الاول حتى الاخر، غير خرج مول داك السيد اللي غادي يهرس المعلم. صافي وخديت هذيك القيطه بحال هكاك، رجع عمر هذاك الخناشي وبدا كيهبط فيهم. مره كناخذ القيطه. المهم الروتين ديال الجفاف وداكشي من بعد عاد غادي نشارك معكم الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم البنات حطينا للسيد فطار، جيت جمعت الدار عجنت. دابا غادي نشارك معكم هاد الغدا اللي غادي ندير هاد النهار البنات في العطله. يمكن لنهار الخميس، والله ما بقيت عاقله واش الاربعاء ولا الخميس. قال لي مول الدار اللهم الخدمه في القسم ولا هاد الحاله اللي وجدتي لي العطله هذه خاصني نرتاح. هذا وليت جايب البناي جايب المعلم يريب، والغد اللي خاصو يجي تاني يقاد تاني الجناب وعاد يحيد هذاك الروينه. المهم الغبره دازت علينا ديال بصح واحد التماره يومين ولا مع 3 ايام وحنا في التماره، والغبره عمرات لينا الدروج. المهم البنات هنا غادي نشارك معكم الغدا ديالنا. خديت هنا الكوكوط، حكيت شويه ديال البصله شويه ديال المطيشه، قطعت القزبر ومعدنوس، حكيت الثومه، درت العطريه البزار، التحميره، الخرقوم البلدي، سكينجبير، وشويه ديال الملح على حسب الذوق، شويه ديال الزيت نباتيه. خلطت كل شيء، واحد ربع حامضه مصيره درتها حتى هي في مقطعه ودرتها مع العدس. المهم العدس راني درتو نقيته وغسلته وخليته تتسقطر مزيان، والكميه كتكون على حساب عدد الافراد. صافي هنا سديت الطنجره ودرت الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه العدس ويجينا بحال الشوربه، ما بغيناش يجينا خاطر. نقصت عليه البوطه وخليته يطيب على نار مهيله باش دغيا يطيب. الا جهدتو عليه البوطه راه ما كيطيبش دغيا، كيتعطل شويه. هنا راني شحرت الدجاج حيت غادي ندير غير الحوت مقلي، يعني لا نشوبه، ولكن ولادي ما كيبغوش الحوت. قلت غندير هاد الطويجين، الا ما بغاوش الحوت غياكلوا الطويجين. المهم فين يدوروا. صافي هنا البنات راني شحرت داك الدجاج مع البصله، لقيته بصراحه لصاق ليا الدجاج، راكم شفتوه كله بقى فرتت تما تعطلت. صافي ملي شحرته مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، فرشت خيزو هو اللي لتحت وحطيت فوق منه داك الدجاج. بطاطا خلطت وحطيتها بحال هكا كما شفتوا معايا بطريقه عشوائيه، ما فيا ما يبقى قاد وما عنديش الوقت اصلا. خلطت هنا العطريه، درت شويه ديال الابزار، الخرقوم البلدي، التحميره، سكينجبير والملح على حسب الذوق. كبيتها من الفوق، كبيت شويه ديال القزبر ومعدنوس، واحد الربيع ديال الحامض مصير رفيت لي شاركته معاكم. درت شويه ديال الجلبانه كما شفتوا معايا، ونقصت عليه البوطه ماشي ناقصه بزاف وماشي تاني مجهده بزاف، متوسطه. وصافي باش هذاك الطويجين يجينا خاتر وملبي، ما يجيش الماء في جهه والزيت في جهه. صافي غطيته وغادي نخليه تقريبا واحد الساعه ونص. العدس ملي كتنقصوا عليها البنات راه ما كيفوتش 10 ديال الدقائق كتلقاوه صافي طاب. هنا غادي ندوز باش نشرمل هاد او نتبل هاد لانشوبه. انا علاش تحرق ليا الطاجين، راه بقيت شحال وانا كنقي فيها داكشي علاش سهيت وتحرق ليا. المهم حكيت هنا شويه ديال الثومه، درت العطريه اللي واجده عندي، شويه ديال الابزار، الخرقوم البلدي وشويه ديال الملحه. خليت هذيك الحوت مرقد شويه في داك العطريه بما قرب داكشي يطيب، وتاني بما ولادي جاهم الجوع مول الدار حتى هو. هذيك الساعه غادي نبدا نقلي في الحوت، راه دغيا كيتقلى. هنا خديت شويه ديال الفورص، درت معاه شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، وكما شفتوا معايا غادي نبقى نمرمد في داك الحوت حتى يتفند كامل في داك الطحين. صافي وبديت كنقلي فيه عادي، ملي كيتحمر كنقلبوا للجهه الاخرى، غير هو ما تكرموش البنات. صافي هنا العدس راه طاب، الغدا ما بقى ليه والو، غنحطو مع العطله. راه تقريبا واحد شنو نقول لكم
الجوج ولا 3 عاد غادي نحط الغدا. صافي ملي طاب العدس درت شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الكمون، ما كنديروش الكمون في الاول باش ما يعطيناش مذاق ديال الحرور، والزيت الزيتون تا هو باش يبقى باين في المذاق وحتى المفعول ديالو يكون حاضر. اما الا طاب من الاول بحال اللي كينقص ليه المفعول ديالو. صافي هذا هو الغدا ديالنا، وداك شويه ديال الديسير راه طحنته وصفيته ودرت فيه شويه ديال السكر على حسب الذوق. هنا البنات انا ملي كنت خارجه باش نشري لانشوبه من عند الباب، داز واحد السيد كيبيع النعناع. اول مره غادي نشري من عنده، كنسمعوا دائما، حنا هنا راه سكننا شي 10 سنين يمكن ولا 11 عام، كنسمعوا من نهار سكننا، ولكن اول مره غادي ناخذ من عنده النعناع. شفتو عطى لواحد السيده كميه كثيره كيما شفتو، هادشي كامل راه 2 دراهم. انا ملي كنمشي للمارشي باش نتقدى او السويقه راه كيعطيونا درهم كنطيبوا فيه غير 2 مرات، عرفتي؟ ولا النعناع بحال اللي كيعطوك شي حاجه ثمينه. وهذا السيد سبحان الله شوفوا شحال ديال النعناع في 2 دراهم. هذا اللي من هنا العادي، وهذا اللي من هنا الملقم، يعني كتكون فيه واحد النكهه ديال الفليو. الساعه جات بنتي خلطات كلشي في زيف واحد وخشاتو في الثلاجه. صافي هنا من بعد ما نقيت النعناع خليته في الماء، بقى شحال هو مرقد باش يهبط داك التراب، وثاني الا كانوا شي حشرات يموتوا. عدت غسلته شي 3 المرات حتى ما بقاش فيه حس التراب، وخليته يتسقطر باش ملي نبغي نطيب اتاي دغيا نهز هذاك شويه ونبدا نطيب. ماشي ملي نبدا نطيب في اتاي عاد نغسلو يبقى فازك وكيبسل اتاي تا هو. صافي هنا جمعت الكوزينه مزيان مزيان كما شفتوا، ضربت واحد الجفيفه مع الحوت، راكم عارفين كيولي الجناب ديال الكوزينه والفرن كلشي طاير عليه الزيت. هنا غادي ندير ديك الكيكه اللي مشهوره البنات اللي دايره ضجه، بنتي بغاتها الصغيره شحال وهي باغا، قلت لها راه شويه غاليه وطالعه في الثمن. المهم فكرت في واحد الحيله وقلت غادي نديرها بابسط تكلفه وغنشاركها مع البنات. رفيت لي درتها، ولكن ما شاركتهاش معكم حيت اول مره وكان التليفون ديالي عامر. هاد المره غادي نشاركها معكم من الاول حتى الاخر، وإلا عجباتكم بارطاجيوها مع البنات باش يديروها لوليداتهم، لان كاع الوليدات طلبوها من والديهم. صاحبة بنتي دارتها، ولكن دارتها بديك المكونات اللي كاينه مضبوطه نيت، طلعت عليها غاليه. داكشي دابا غادي نشاركها معكم لانها طلعت رخيصه زعما اقتصاديه وبنينه بنينه بزاف. هنا خديت هاد المول هذا، درت فيه 2 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. البنات راني غلطت، كاس ديال الحليب ماشي نص كاس ديال الحليب، نص معلقه كبيره ديال الخل، كاس ونص ديال الطحين الفورس، وعندي هنا 2 خمارات ديال الحلوى. غادي نغربل الطحين ونغربل الكاكاو، انا بعض المرات كيكونوا مكورين، وحتى الخمارات ديال الحلوى تا هما راه كيكونوا مكورين. كلشي خاصو يتغربل. المهم البنات الا وصلتوا حتى هنا وعجبكم الفيديو، عجباتكم هاد الكيكه اللي مشهوره، ما تنسونيش في اللايكات باش هكا تشجعوني نبقى نشارك معكم المزيد من الوصفات. بارطاجيو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده على الجميع وخصوصا المبتدئات. هنا كنغربل الكاس الاول ديال الفورص هو الخمارات، ومعلقه كبيره ونص ديال الكاكاو. كنخلط مزيان وخليوها البنات جاريه شويه باش تجي هشيشه، حيت كاكاو كيشرب، واخا تبان لكم جاريه ما تجي فين ديروها في المول حتى كتشرب ما تبقاش جاريه. وإلا قصاحت او جات ديك العجينه شويه خاتره راه كتجي الكيكه قاصحه بحال الخبز، ماشي هشيشه ورطبه. نتوما القوام ديالها كيفاش خاصو يكون. درت كاس وربع ديال الفورص بقياس العنبه. هنا البنات غسلت هاد المول مزيان نشفتو، ودابا غادي ندهنو بالزبده. نتوما الا بغيتو دهنو بالزبده دهنوه، بغيتو ديروا الزيت وشويه ديال الطحين ديروا، غير هو من الاحسن ديروا الزبده باش ما يبقاش الجناب لاصق فيهم الفورص. دهنت هاد المول بالزبده مزيان، ودابا غادي نخوي فيه الخليط كيف ما شفتوا معايا البنات. واخا تعطل الخليط شويه في البانيو،
ما اختارش، باقي شويه جاري باش تجينا الكيكه هشيشه بزاف. انا ما غادي لا نقطعها لا نفرتتها، غادي نديرها هكاك نيشان. انا نفيت لي قلت لكم راني جربتها، فرتت هذيك الكيكه وملي بغيت نهزها ديك المعلقه باش كيهزوا الكيكات، شي بقى كيطيح من هنا شي كيبقى يطيح من هنا، ماشي بحال الا درتها هكا مجموعه. بعدا انا جاتني هاد الطريقه مزيانه، انا قلت تنجربها عاد نشاركها مع البنات. صافي هنا من بعد ما قاديتها مابقاش جهه طالعه وجهه هابطه، درتها في الفران حتى طابت على نار مهيله. ودابا خديت هذاك شويه ديال اللوز غادي نديرو في الفران ما حدو سخون، غادي نحمرو، ما تحرقوش البنات، غير يتحمر ويولي مقرمش. صافي غادي تخرجوه من الفران. هنا غادي ناخذ كاس ديال الحليب مع معلقه ديال كاوبيل اللي كنا كنشروها فاش كنا صغار، غادي نخلط مزيان، او الشوكولاط اللي كيكون حلو غادي نخلط مزيان، وغادي نسقي هاد الكيكه. الحليب راه بارد والكيكه مازال سخونه، خويو كامل البنات باش تسقيوها وتجيكم رطبه هشيشه. صافي هنا غادي نحيد الكيكه على جنب، وغادي ناخذ نص كاس ديال الحليب بارد، نص ساشيه ديال الشونتي، والنص الاخر راني درتو في الكيكه اللي جربت قبل هذه. انا راه تجربتها عاد شاركتها معكم. المهم في الوصفه الاصليه راه كيزيدوا الحليب المركز، انا حيدته زدت الشوكولاط ابيض ذوبته وبيرلي حلو باش تجي هاد الكيكه اقتصاديه. كما عارفين راه الكيكه كتطلع غاليه هذه بزاف، وبزاف ديال البنات كيجيهم تخوف منها وما جربوهاش، واخا ولادهم كيطلبوها منهم. هذاك الشيء علاش بقيت كل مره نفكر حتى درت هاد الكيكه بحالها ولكن اقتصاديه. هنا من بعد ما طلعت هذيك الكريمه زدت عليها بيرلي حلو، وذوبت تقريبا واحد 5 شوكولاتات بيضين في حمام مائي. غادي نتسنى عليهم واحد شويه تيبردوا. حاطه حدايا شويه ديال الماء بارد، حطيت في ديك الكاسرونه باش ما تبقاش كما شفتوا معايا فيها البخار وبقى سخونه بزاف. صافي غادي نكب هاد الشوكولات مع الكريم شونتي وغادي نخلط مزيان مزيان حتى تزيد طلع تاني. واخا ما طلعوهاش مزيان تبقى جاريه ماشي مشكل. صافي هنا من بعد ما بردات الكيكه غادي نحط فوق منها الشونتي وغادي نسرحو نقاد ليه الوجه ديالو مزيان، تبقاش جهه طالعه وجهه هابطه. صافي هنا من بعد ما قاديته مزيان غادي نحطو في الثلاجه واحد نص ساعه ولا ساعه. المهم الا كنتو مزروبين بها ديروه في المجمد. هنا عندي 2 علاب ديال دانيت. في الوصفه الاصليه كيديروا الشوكولاط غيش او الشوكولا غيش وكيخلطوه مع الكريمه سائله. انا درت غير هاد دانيت شوكولا بركه، الله يجعل البركه، اقتصاديه هاد الكيكه بزاف. ناخذ هاد 2 علاب كنسرحهم فوق الكريم شونتي، كنسرح مزيان وخليت تقريبا واحد المعلقه كبيره في كل علبه فيها شويه. صافي هنا غادي ناخذ الكاسرونه وغادي ندير حمام مائي نذوب تقريبا واحد 5 ديال الشوكولاط ولا 6 شوكولاتات كحلين، غير ديال 4 دريال البنات لا غلا على مسكين. هنا خديت 3 البيموات ديال درهم، ضربتهم بالمدلك واحد شويه باش يولوا طريفات صغار ماشي كبار، طريفات غير صغار. غادي نكبهم كلهم في هاد البواطه هذه باش نخلط على خاطر هي كتسد. المهم شوفوا نتوما شي بواطه تكون كبيره شويه باش تحركوا على خاطركم. هنا من بعد ما تحمر اللوز ولا مقرمش تقدروا ديروه آه، مع مع السنيده وديروه على شكل كراميل. وملي يقصح غادي ندقوه واحد شويه باش يتهرمش ويعطي ديك القرمشه اللي كثيره. صافي هنا من بعد ما داب داك الشوكولات خلطته مع دانيت وغادي نكبو فوق اللوز وفوق داك البيمو اللي هرمشناه في الاول. كما شفتوا معايا القطع راهم صغار بزاف.
هنا غادي نغطي داك البواطه مزيان ونخلط حتى توزع داك الشوكولاط مزيان مزيان مع البيمو وتا مع اللوز. بان ليا باقي ناشف شويه، زدت داك شويه اللي كان باقي. هنا غادي ناخذ كاكاو الحلو وغادي نخلط مزيان مزيان حتى يتغبر ويتفند كامل فيه. الا ما كفاكمش زيدوا، انا ما كفانيش عاد زدت هاد 2 معالق اخرين. صافي بقيت كنخلط تتفند ليا داك الخليط مزيان مزيان وتلبس بالكاكاو حلو. وغادي نبدا نوزع فوق الكيكه، حدينا كنوزع. الا بانت ليا شي بلاصه باقا ما تغبرتش مزيان وما تفندتش، غادي نخلط حتى تفند هاد الكميه كلها. صافي هنا من بعد ما كملت كلشي قاديته، ما بقات حتى شي بلاصه خاويه، خديت هنا داك كاكاو حلو وكنبدا نغربل فوق الكيكه حتى كتعمر كامله بداك الخليط ديال الكاكاو حلو. صافي هنا الكيكه ها هي واجده. نتمنى تجربوها بنفس الطريقه، راه غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. بالنسبه للاخوات اللي طلبوهم ولادهم وما قدروش زعما يديروها، لانها باهظه الثمن كما كنقولوا، زعما راه غاليه بمعنى الكلمه. الا درتو داك المكونات كامله يمكن لكم تعوضوها. هنا في الطبقه الثالثه خاصكم مثلا تشريو كورني فليكس. انا درت غير اللوز محمر ومقرمش ومهرمش مع بيمو. وشوفوا شحال البنات ديال المصاريف اللي غادي نتصرفوا على هادو. بزاف ديال السيدات اللي تغلبوا ما قدروش يديروها لولادهم، جبت لهم هاد الطريقه. مهم الا عجباتكم بارطاجيوها مع العائلات باش يفرحوا وليداتهم، لانها فعلا جات واعره وكتستحق تجربه. المهم البنات الا وصلتوا لهنا ما تبخلوش عليا باللايكات اللي كتخلوا لي دائما، والتعاليق الزوينه وكلامكم طيب، وكنشكركم بزاف بزاف البنات. صافي هنا غادي نقطعها باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. هانتوما البنات كيفاش جا الشكل ديالها، فنه فنه ما تقوليش عليها، راه بدله فيها شحال من حاجه. واقتصاديه البنات، اقتصاديه. تقريبا المكونات كاينين في الدار. بحال انا كان عندي الكريم شونتي كان باقي عندي من الكيكه اللي فاتت، يعني ما خسرتش بزاف. نتوما الا شريتو باكيه تقدروا تقسموها على 2، كل مره ديروا منها شويه. من بعد البنات خليتها وخرجنا. ديك الساعه كنا يلاه مغدين، ما فتش فيها ساعه المكانه. خرجنا باش غادي ندورو. ديت البنت الصغيره الجزيره مول فيها الالعاب، قالت لي العطله هذه خرجيني هنا. خرجتها كل نهار في كنديها، بقات كتلعب. هنا خلصنا غير 10 دراهم. كاين في الطابق الثاني كاين نفس الالعاب ولكن في شكل اخر، كاين 50 درهم يمكن. ما دخلناش ليهم، جينا لهادو ديال 10 دراهم. تبقى تما الوقت اللي بغات حتى تعيا على خاطرها، ما كاينش اللي سول فيها، لعبات مزيان. عاد خرجنا مشينا لإلسي وكيكي، ولكن ما صورتش لكم داك الشيء لان كنكون مع بناتي ما كيبغونيش نصور نهائيا. خرجنا مشينا لسيدي بوزيد ومشينا للمدينه، تقدينا داكشي اللي بغينا. ومن بعد بقينا جالسين حدا البحر حتى فات الغروب. كما كتشوفوا معايا الغروب شحال زوين البنات. هنا جينا لواحد المحل قبل ما نوصلوا لسيدي بوزيد، كاين خدينا منه واحد الساندويتشات ديال الطون كيديروا 12 درهم الواحد. ومشينا لواحد السناك ولا ما عرفت بحال كيوسك تحل باقي جديد شويه حدا البحر. كما كتشوفوا معايا حنا جالسين هنا والبحر مقابل معانا. خدينا هنا براد ديال اتاي وبقينا جالسين. حنا بينا غير نجلسوا في هذه البلاصه بقاو مقابلين مع البحر. اما اتاي ما زعما ما عنديش بيه غرض. المهم هو الساندويتشات. صافي هنا رجعنا باقي لابسين حوايجنا، بنتي باقي بحوايجها. خدينا هاد المكانه هذه ب 80 درهم. خدينا شحال من حاجه، ولكن كنقول غنصورها مع البنات، غنصورها نشاركها مع البنات. كنلقى البنات لبسوها وقيسوها. صافي هذيك الساعه ما بقاش عندي كيفاش غادي نصورها. هاد المكانه البنات كدير 80 درهم.
كانت شرات بنتي واحد المكانه 200 درهم، غدا الخدمه طاحت لها من يدها، ما عاقتش ما حستش بها نهائيا، تا قربت توصل لوالديا في الخدامه، عاد اكتشفت راه المكانه طاحت، صونات عليا، خرجت مع الطريق قالت لي فين كتواقفه، ما لقيتهاش. غدا وكنقلب غدا وكنسول ما لقيتهاش، قلت لها صافي ما تبقيش تشري دوك اللي غالين، ملي وليتي هذه هي المكانه الثالثه اللي طاحت، شريو هذه ب 80 درهم، هذاك الشيء علاش شرينا هذه، هي ما بغاش تتسد، باقا كبيره شويه خاصها تنقص. المهم راه دارتها، وغادي نشارك معكم حتى داك الشيء اللي شرينا. خدينا هاد الصنداله هذه من البلاصه ديال برا، يعني مستعمله ب 80 درهم. هانتوما الشكل ديالها فن، وبحال باقا ما ملبوساش، باقا تبان جديده بحال ما ملبوساش نهائيا، لا من التحت لا من الفوق. هانتوما الشكل ديالها فن واعره البنات، غير الفيديو ما عطيهاش حقها. هانتوما 80 درهم. كنت غادي نشارك معكم ملي كنا كنعزلوا في الحوايج، ولكن بناتي ما كيخلونيش نهائيا نصور. خدينا هاد الفيست او قميجه كدار فوق الكساوي، هذه خديناها من السي وايكيكي ب 140 درهم. هانتوما عندها الكمام، وكاينه داك الخويطات اللي هابطين كيتحزموا من القدام، كاينين الوان بزاف. هاد الكسوه البنات كنا شريناها قبل العطله، شريناها حتى هي من البال، خديناها ب 60 درهم، ولكن الفوق ما كاينش ما تلبس معاها. كاينه واحد جاكيت ديال الجين، قالت لي والو ما نلبسهاش، هذيك طلعت لي في الراس شحال وهي عندي، صافي بغات هذه، مشينا شريناها. كاينين الالوان بزاف، ولكن حنا عجبنا هذا اللون القرونه، ان فيها وريضات في القرونه، كاين فيها الخضر، كاين فيها الخزي، ولكن ما غيجيش معاها بحال القرونه، هي بيضه. هانتوما نقربها لكم باش تشوفوا مزيان، هما الوريضات في البيض. وشرينا هاد القميجه اللي كدار الفوق حتى هي في القرونه. هانتوما كيفاش كتجي اللبسه واعره البنات، خطيره، هي لبساتها غير باش نوريها لكم.